ثلاث أهداف مقابل هدف واحد. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي ويلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويزيح عن الصدارة ويضع في المركز الثالث بعد كون من برشلونة متصدر الدوري الإسباني الجديد وجيرونا الثاني، والثالث هو نادي ريال مدريد. مباراة تثير عديد من التساؤلات على ريال مدريد ومن جميع النواحي. ظهر أتلتيكو مدريد اليوم بشخصية الفريق المنافس بشراسة هذا الموسم، ولكن السؤال: هل يستمر أتلتيكو مدريد في التنافس في الدوري لهذا الموسم أو السقوط في نصف الدوري أو في آخر مرحلات الدوري الإسباني؟ توقيت هدف موراتا لاعب نادي اتلتيكو مدريد الثالث حسم اللقاء وقتل مزاج ريال مدريد وأقنعهم بالخسارة. هدف موراتا أجى بالدقيقة 46 منذ بداية الشوط الثاني من المباراة، وشجعوا اتلتيكو مدريد على السيطرة والمبادرة حتى النهاية. أتلتيكو مدريد على السيطرة والمبادرة حتى النهاية. ليس أتلتيكو مدريد هو الفريق القوي في المباراة. التشكيلة نفسها التي لعب لها كارلو أنشيلوتي لعب ضد نادي فالنسيا وخسر بنتيجة 3-0، واليوم لعب مثل التشكيلة وخسر بنتيجة 3-1 أمام نادي أتلتيكو مدريد. المشكلة انه ريال مدريد غير منظم. انشيلوتي يلعب بخطة جديدة تماما على اللاعبين، وخاصة انه ريال مدريد لم يملك مهاجم صريح هذا الموسم بعد خروج الفرنسي كريم بنزيما. ما تاخذون من انه خوسيلو لم يكن الخيار المناسب لتعويض كريم بنزيما. بنزيما كان نصف فريق ريال مدريد، والان خوسيلو لم يشكل 1% من قوة ريال مدريد في الهجوم، وخاصة انه غياب فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد. كوسيلو لم يكن المهاجم المناسب في ريال مدريد، وعلى ريال مدريد التعاقد مع مهاجم لتيسير الأمور. كيليان مبابي لازم يكون في هجوم نادي ريال مدريد في النصف الثاني في الدوري أو في الانتقالات الصيفية القادمة، لأنه خوسيلو لم يشكل الإضافة الكبيرة في هجوم نادي ريال مدريد. برشلونة في صدارة الدوري الإسباني ب5 مباريات فوز وفي مباراة تعادل، وجيرونا النادي المفاجئ في هذا الدوري ب5 مباريات أيضا فوز وبتعادل واحد، ونادي ريال مدريد بنادي مدريد ب5 مباريات فوز وبخسارة واحدة. أتلتيكو بلباو في المركز الرابع 13 نقطة، أتلتيكو مدريد ب10 نقاط في المركز الخامس، وفالنسيا في المركز السادس ب10 نقاط.